فهذا مثلا ابن الأثير يقول في أسد الغابة، مع أنه ابن الأثير الحمد لله يعني أتى بكلام جيد الرجل، وقد روي في لعنه ونفيه أحاديث كثيرة لا حاجة إلى ذكرها. الألباني مش عاجبه، ليش لا حاجة؟ اذكرها، اذكرها حتى يعلم الناس أنه ملعون، أنه طريد الرسول ولعين الرسول. لماذا لا تذكرها؟ الألباني لا يعجبه، مع أنه ابن الأثير يعني الحمد لله قرأت كلامه، أنا قرأت عليكم كلامه. إلا أن الأمر المقطوع به أن النبي مع حلمه وإغضائه على ما يكره ما فعل به ذلك إلا لأمر عظيم. أمر عظيم يا جماعة، والحمد لله نحن نعلم حقيقة هذا الأمر العظيم: استخوال أمة محمد، استعباد أمة محمد، استضعاف أمة محمد، وإفساد دين أمة محمد. إذا بلغ بنو أبي العاص الحكم 30 اتخذوا عباد الله خولا ومال الله دولا ودين الله دغلا. النبي قال هذا، قال: سوف يفسدون ديني وسوف يستخولون أمتي وسوف يتخوضون ويختضرون مال أمتي. هذا الذي حصل. أتحدى من يقرأ التاريخ ولا يقول هذه الحقيقة قبل أن يقولها الرسول. كيف وقد قالها الرسول؟ يا أخي اتقوا الله فينا، اتقوا الله يا علماء السلطان.